السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات مريم. اليوم راح نحمل لكم سلطه دو فروي، سلطه الفواكه بطريقه سهله وتجي بزاف بنينه. بالنسبه للفواكه، كل اخت تدير الفواكه اللي عندها في البيت او حسب الموسم اللي يكونوا فيه. مثلا هنا على سبيل المثال انا قطعت حبه بنان مربعات صغيره، زوج دوائر اناناس، حبيبات مشماش، حبه تاع برقوق، وبرج تاع بطيخ او بوشبيكه. هذا واش درت هنا. كامل الخضر غسلتها، قشرتها وقطعتها مربعات صغيره اللي تحتاج تقشير. هنا عندي كاس تاع عصير اي جو يكون عندكم في المنزل. اذا ما عندكش عصير ديري شربات تكون فيها كاس، مثلا كيلة سكر وكيلة ماء وبرج ليمون، تغلي 10 دقائق، طفي عليها خليها تبرد وديريها فوق الفاكهه تاعك. انا هنا عندي عصير اناناس، عندي هنا ملعقه تاع حلوة الترك. حلوة الترك هي الشامية. عندي ملعقة مربى أو معجون المشمش إذا توفر عندكم. أنا اليوم مش متوفر عندي، حنعوضو بسيبر كريم. سيبر كريم كنت وريتها لكم في الحلقات اللي فاتت. هذه هي تتباع عند بائع الحلويات، نحتاجها لتزيين الحلويات خاصة الباردة. ثمن تاعها معقول. راح نضيفها في هذه التحلية. أول شي نحط الملعقه تاع حلوة الترك، نحاول نفتتها هكذايا. نضيف الملعقه تاع السيبر كريم او مربى، من الاحسن كوفيتور تاع المشماش هكذايا. نضيف الكاس تاع العصير ونخلط كامل مع بعض. هنا ماهوش شرط كاس، حسب الخليط حسب الفاكهه اللي تكون عندكم تخلطوا وتشوفوا. عصير الاناناس او تكملوا بالعصير الاول. نحط كامل المكونات مع بعض ونغطيها ونحطها في الثلاجه. دائما سلطه الفواكه من الاحسن تحضروها مقبل، كل ما قعدت وكل ما ريحت تعطيكم بناء اكثر. خليها تتشرب في بعضها وتطلق كامل المياه تاعها هذيك الفواكه. نغطيها ونرجع لكم فيما بعد اثناء التقديم. السلطه تاعنا راهي جاهزه. ها هي انا قدمتها مع تزيين بسيط شانتيي وحبه كرز. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم. ها هي خليتها تشربت مليح وتلقت السوائل في بعضها. وهذيك حلوه الترك، الملعقه تاع حلوه الترك مع الملعقه تاع الكونفيتور اللي درناها عدلت لنا الحلاوه تاع الفواكه والقروصيه تاع الفواكه اللي مثلا تاع المشمش والحبه تاع الخوخ اللي درتها، وليس برقوق خوخ. المهم نتمنى الوصفه تعجبكم، لانه عندي عده وصفات مع الوقت راح نحطهم لكم كل مره وكيفاش نحضروا سلطه الفواكه بابسط الطرق. ما عليكم غير تحضروها في بيوتكم وتبقوا اوفياء للقناه ليصلكم الجديد دائما. اضغطوا على الجرس امام كلمه اشتراك او ابوني. خليكم في وصفه جديده باذن الله.